السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناتي سارة كوزين تيزات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنني بخير والحمد لله. لا فيديو تاع اليوم حنشارك معكم وصفة بيتزا، أنجح وصفة بيتزا تقدري ديرها في حياتك، وأبل منها ما كاش وأسهل منها ما كاش. أي نوع تاع فرن راح تنجح معكم 100%. تبعوا المقادير وطريقة التحضير. أكيد راح هذه الوصفة ما تزيديش تبدليها مع صلصة طماطم بزاف بنينة. تبعوا معايا للآخر وما تزابيوش. ويلا نبداو على بركة الله. مغرف كبيرة خميرة الخبز، زيدي معاها 2 مغارف سكر كبار، زيدي معاها كاس ما يكون دافئ ماشي سخون، يكون دافئ وخلطي. ديري كاس حليب يكون دافئ تاني، وديري معاها 2 كيسان فارينة وخلطي مليح. لازم تخلطيها مليح حتى يتجانس الخليط، ما يكونش فيه هذوك لي غومون. هذه الخميرة خليها تخمر مليح مليح. هذه هي الاساس باش تنجح لك العجينه تاعك. شوفوا الخليط كيفاش راهو شباب. نخلوه يخمر مده ربع ساعه في مكان دافئ. نروحوا لصوص الطماطم تاعنا. شوفوا اسهل منها ما كاش هذه الصلصه. ديروا واش راني دايره والله تجيكم بنينه بنينه بالبزاف. ديروا نص حبه بصل، حبه فلفل، سنه توم، 3 حبات طوماطيش، مغرف كبيره طماطم مصبره، وملح وفلفل الكحل والرند والزعتره، وفي شويه زيت، وخلوها تتقلى على نار قليله حتى يدود شغل تدبال لنا هذيك الطوماطيش والطرشي والبصل يدبالوا لنا مليح. والمكون الرئيسي هو نص حبة جامبو دجاج. لهنا رحت درت لها نص كاس ما ونخلوها تطيب في غرضها. نروحوا للعجينه تاعنا تكون خمرت لنا هذه الخميره، خلوها تخمر مليح كيما قلت لكم. نديرو حبه بيض، ربع كاس زيت شغل قريب للنص، ملح مغرف كبيره ماشي معمره، وديروا مغرف كبيرة خميرة الحلويات. هو المكون الرئيسي واللي نستعمله كمحسن الخبز في بلاستو. ديروا على راس المغرف بيكربونات. أنا هذه طريقتي في البيتزا وتجي هايلة هايلة هايلة. زيدي خلطي وزيدي ديري لها الفارينة. أنا دات لي 3 كيسان على ما أظن، مانيش غلطة، 3 كيسان فارينة وربع. والفرينة تختلف، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نتيا هذاك الكاس الاخير ضيفيه غير بالعقل. نبداو نطمو في العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا. وكاينه حاجه تاني، ما تروحيش تيبسي العجينه تاعك، لازم تكون تتلاصق في اليد. انا هادو المقادير اللي عطيتهم لكم مضبوطه، تبعوها وراحين اكيد ماهيش حتحشمكم. ادهنت بالزيت من الفوق وخليتها تريح ربع ساعة، ووليت ليها نبدا هكا نخبطها كيما الخفاف، كيما العجينة تاع الخفاف. هذه الطريقة راح تعوض لنا العجن. اللي عندها بيتخا تقدر ديرها في البيتخا وتتعجن مليح، واللي ما عندهاش دير هذه الطريقة، تخبطها وتريح. زيد كي تريح زيدي خبطيها هكذاك وخليها تريح. بعد عاودي كي تريح واحدة 3 مرات، عاودي جيبيها خبطيها هكذاك وخليها تريح. في المرحلة الأخيرة هكذا كي تريح وتخمر وطلع لها الخميرة مليح، تخمر العجينة تاعنا مليح، روحي رشي بلون دو طرافاي بسميد رطب وفتحي عجينتك. أنا هذه الكمية جاوني 2 سنيوات بيتزا. درت لاصوص طوماطم كنت كي طابت كنت رحيتها في الاشواغ، ودرت ثاني الزعترة درتها هكذا من الفوق. ثاني الزعترة راح دير لنا ريحة بزاف شابة في البيتزا. الزعتر ماشي الزعترة، الزعتر. وزينيها باللي عندك. انا درت لها الطون وحبيبات الزيتون وربيت عليها الفرماج، ما كترت لهاش، تي تحب تكتر تكتر، ودخليها الفرن على نار قويه. ماهيش حتشد بزاف في الطياب.
هاي النتيجة النهائية للبيتزا تاعنا، جات خفيفة وبنينة، والله غير جربوها على ضمانتي، والله غير تجيكم ما شاء الله، شوفوا طايبة مليح من التحت وطرية وتدوب في الفم، تدوب في الفم. أنا هذه لا روسيت لو كان جا عندي فرن مختص في البيتزا سبيسيال تاع البيتزا، تجي الهبال تاع الدنيا. شوف بسم الله ما شاء الله، شوفوا كيفاش تتقسم وحدها طرية طرية بالبزاف. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وتنجحوا فيها كامل وما تبدلوش هذه الوصفة. آه وإذا عجبكم الفيديو والوصفة ديروا لي جيم واشتراك وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم من جديد، والسلام.